حبيتي تتعلمي تزيريات ويجوك الله طريين معسلين حتى القلب ويقطروا بالعسل والبنه. تبعي معايا هاد الورشه المجانيه فيها المقادير مضبوطه كيفاش تقرصيهم وما يتحلولك، وراح تولي تخدميهم وحدك في الدار للعيد وكامل المناسبات. بديت بالعقده وحطيت اللوز اللي كنت رحيتو كيما الطعام، غربلت عليه السكر كلاص اللي راح يذوب لي تمتم وما نحتاجش نبيتها ونخدمها في نهار. زدت عليه لافاني مبشور الليمون، قرصه تاع الملح. البيض نضيفوه غير بالعقل باش ما يغلبكمش ويطري لكم العجينه، لازم تكون طريه بصح شاده روحها. نشكلوا لابول ديالنا ما تعاودش تحبط لنا. والحلوه كيما تزيريات نسحق اجود انواع الفرينه، فرينه ماما تي 45 الممتازه. حطيت منها 3 كيلات، زدت عليها قرصه تاع الملح لافاني والكولورون بيض مع نص كيله تاع مارغرين. التوريق تكون دايبه وبارده، بسست بها ومن بعد لميت بالماء والمزهر. من الاحسن يكون دافي، ولميت العجينه ديالي تكون شاده روحها وما لازمش تكون طريه باش تقدروا تقرصوا التزيريات ديالكم ويجوكم واقفين. حليت العجينه ديالي وقسمتها على 3. ما تخافوش الا كانوا عندكم نقاطي تاع السمن ولا زبده غير تخدموها في الماشينه راح يروح. بديت نحل كل جزء وحده في الماشينه حتى لحقت للرقم 5 ولا 6 على حسب الماشينه ديالكم. المهم العجينه تكون رقيقه بصح ماشي ترونسبارون. قطعت بلون بورت بياس رقم 90 والعقده وزنتها ديبول تاع 45 غرام. نحط الفرينه وندير عليها العجينه، وهذيك لابول نطولها غير شويه ونحطها في الوسط، لازم تكون في الوسط. ندهن الاطراف ببياض البيض. بالكوردون نبدا نقرص. شوفوا لازم تقرصوا بين كل برج وبرج ولازم يكونوا متلاصقين ما يكونوش بعاد على بعضهم. ومن بعد تعاودوا تزيدوا تقرصوهم خطره واحده اخرى باش تلصقوهم مليح وتضمنوا ما يتحلولكمش في الفوق. كي تحسبوا القرصات راح يجيكم بين 16 و17 نقرص. ولصقوا عليهم اللوز بياض البيض وخلوهم يباتوا ليله كامله. طيبوهم على 170 درجه، يصفروا من التحت، حبطوهم وشعلوا لهم من الفوق يتحمروا. هما سخونين تقبوهم وديروهم في العسيله اللي فيها كيله عسل مع كيله شربات. من زينها وصفه اليوم وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.